السلام عليكم. انا دكتور عصام. الاشعه دي العيان عملنا له تثبيت للفقرات القطنيه. التثبيت ده عباره عن جزئين. اولا الجزء الخلفي ده اللي هو المسامير، دول عباره عن مسمارين في الفقره الخامسه، مسمارين في الفقره العجزيه الاولى، وبينهم العمود اللي ماسك من ورا ده السيستم ده. يبقى احنا ثبتنا المنطقه دي وخليناها كلها بتتحرك كوحده واحده. طيب يبقى دي اول حاجه من التثبيت، المسامير والاعمده. طيب تاني حاجه، شايفين اللي جوه ده اللي هم الخطين السود دول، ده يمثل ايه؟ حاجة اسمها القفص الكربوني. القفص ده اللي بيسند الفقرة اللي فوق اللي هي دي بالفقرة اللي تحت اللي هي دي. تاني كده نشيل كل الخطوط دي عشان نفهم. دي فقرة ودي فقرة، بينهم هنا في غضروف، الغضروف مكانه هنا. الغضروف ده احنا شلناه عشان خاطر ما يبقاش مكانه فاضي، بنحط فيه القفص الكربوني، بنحط في مكانه يعني القفص الكربوني اللي هو ده بيشغل الحيز ده. طيب يبقى العيان ده احنا عملنا له تثبيت للفقرات القطنية عن طريق المسامير والأعمدة وعن طريق القفص الكربوني اللي موجود هنا. والعيان ده عملنا له حاجة تانية اللي هي استئصال الغضروف، وده الغضروف اللي طلعناه من ظهره. كل ده كان غضروف موجود في المنطقة اللي احنا شرحنا على الصورة اللي فاتت مكان القفص اللي ركبناه. ده الغضروف اللي كان موجود ما بين الفقرتين وشلناه وحطينا مكانه القفص. يعني زي ما قلنا ان العمود الفقري عبارة عن مكعبات كده مرصوصة فوق بعضها، واحنا ما بينهم في غضروف هنا وهنا. ده بقى المنظر الغضروف الطبيعي اللي بيكون موجود ما بين الفقرات، ده احنا شلناه. طب العيان ده ليه عملنا له موضوع استئصال الغضروف ده وتثبيت الفقرات؟ عشان عنده غضروف كبير خالص اهو، باين اهو، ضاغط على العصب اهو. المفروض ان ربنا سبحانه وتعالى خالق الفقرات بتاعتنا زي المكعبات اللي هي الفقرات دي، ما بين كل فقرة وفقرة في غضروف اللي هو ده الغضروف السليم. ده الغضروف اللي متزحلق اهو، زانق على العصب خالص. فالعيان ده جالنا بيشتكي بألم شديد قوي في ظهره، نازل في رجليه، مش عارف يمشي، مش عارف يتحرك، لان الغضروف انفجر وساب مكانه وضغط على العصب. فاضطرينا ان احنا نعمل له العمليه بتاعه استئصال الغضروف اللي وريناها لكم في الصوره اللي فاتت، وتثبيت للفقرات عشان خاطر ما يرجعلوش تاني المشكله ومبقاش عنده اي الم في المنطقه دي بعد كده في المستقبل. ومهم قوي نركب قفص كربوني زي اللي وريناه لكم عشان خاطر العظمتين دول يلحموا في بعض ويبقوا حته واحده، ما يتكررش الشكوى ولا يجيله تاني فيها اي غضروف مرتجعه. طيب ده فيديو لنفس العيان اللي احنا شرحنا الاشعه بتاعته من شويه وهو قادر يتحرك تاني يوم العمليه. ودي حاجه مهمه قوي ان العيان تاني يوم يدوس ويتحرك ويمشي. الموضوع النفسي ده بيفرق قوي في العيان، يعني نفسيه العيان بتبقى احسن كتير وبيطمن، ولما يلاقي الوجع بتاع رجليه اتحسن ووجع ظهره يوم عن يوم بيتحسن. طبيعي في الاول يكون في وجع في ظهره مكان الجرح، ملبسينه الحزام، حاطين له الدرناء عشان تسحب اي دم فاسد. الدرناء دي بتقعد يوم وبتتشال قبل ما العيان يخرج من المستشفى. الحزام بيفضل ماشي عليه لمده اسبوعين. وجع الظهر بيتحسن خلال اسبوعين، وبعد كده بنبعته لدكتور علاج طبيعي عشان خاطر يقوي عضلات ظهره، بس خلاص بعد ما حلينا اصل المشكله الغضروف المتزحلق. والحمد لله وصلنا لنتيجه ممتازه، وده بفضل ربنا وكرمه علينا. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام عليكم.